السلام عليكم، اهلا وسهلا. كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ المهمات الغاليات الاخوات، كيف بقيتوا؟ نتمنى تكونوا باحسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو نبدا بصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قبل ما تبداي الفيديو اكتبي لي تحت في التعليق الصلاة على نبينا. وطبعا الى عجبتك الفيديو ولا جاتك شي حاجه ماشي هي هذيك اكتبيها لي. طبعا الفيديو اليوم فيه تحفيز وفيه قصة ضروري. قصة أو سؤال. المهم أنا هادشي كنقرا في فيسبوك وتنجي كنشاركو معاكم ومع الأمهات ديالي ومع الأخوات ديالي ومع صحاباتي الغزالات. فأول حاجة درت هي شربت القهيوة ديالي. مع عود الند كيعجبني نشمو أنا كنشرب القهوة. وجيت هكا طلتكم شوية من السريجم، كان الجو الصراحة زوين بزاف. سمحوا لي البنات على صدامي فريمون ما عندنا عرفتي فاش نقول لكم. عندنا قضيه مروجه مروجه مروجه. المهم القصه ديال اليوم ديال واحد السيده مسكينه. المهم ضروري خصها تكون مسكينه، ما يمكنش انا شي وحده نجيبها لكم ماشي مسكينه. من قبل ما نبدا القصه ديالي غندير معكم واحد الزيت ديال الشعر خطيره. عرفتي ما يمكنش شي صاحبتي جرباتها ديجا، عفاك شي وحده الا جرباتها تكتبها لي من طرفي وما صدقات لهاش ولا ما نفعاتهاش، يعني ما يمكنش تضركم اصلا. فهاد الوصفه سهله ماهله يعني ديال المعكازات بحالي. الوصفه فيها فلفله وحده وشويه ديال زيت البلديه، هكا ربع كاس نتيا وغراضك. كتحكوا الفلفله حكوها ماشي تقطعوها، حكوها هكا بزريعه بكلشي ديالها. طبعا تكونوا غسلتوها يعني هذه حاجه عاديه. ومن بعد كديروها في شي زلافه اللي غديروها في فهمتي، حيت هذا الزيت غنديروها في حمام مريم. واي شي وحده عافاك الا عارفه علاش مسمينها مريم، علاش مسمينو حمام مريم، تعرفك تكتبها لي في التعليق من فريمون انا بغيت نعرف علاش. فكنشدو داك الفلفله اللي حكيناها مع ديك الزيت كنديروهم في زلافه وابخي تنديروهم في حمام مريم. عرفتي سمحوا لي على داك الضو اللي ضارب في داك التليفون، انا راه عاد غنشوفو من بعد وغندورو شويه. المهم ضروري انا الا ما خرجت على الموضوع ما نسماش كوثر. صافي كتشدو هكا كديروه في حمام مريم حتى كيغلي مزيان مزيان مزيان. عرفتي راه غايبان لكم لا كولور ديالو تبدلات شويه، ما تركزوش على البوطه. من بعد ما كان زعما كنطيبو في حمام مريم، يعني ما عرفتش شنو الكلمه، الماء بحال اللي كيطيب راه كيتبدل اللون ديالو. كتشوفوا يعني راه كيكون سخون البنات عندك وانا عرفتي راه جاني سخون. كتشدوا شي قرعه تكون ما فيها حتى قطره ديال الماء، يعني تكون من الاحسن غاسلينها ومعقمينها. قرعه هكا صغيره بحال هادي يعني ديال كوفيتير ولا اللي كانت قرعه كيف ما كانت، المهم تكون منشفه مزيان. وكتشدوا ديك الزيت اللي طايبه انت انا جاتني سخونه. وبقيت كنتسنى شويه تبرد، ولكن او ميم طون ما بغيتهاش تبرد بزاف. صافي كتشدوها نتوما من بعد ما طابت شفتوا كيفاش اللون ديالها بحال اللي طايبه. المهم كتشدوها وكديروها في القرعه هكا، ديك القرعه اللي قلت لكم كتكبوا الزيت وهذيك والفلفله ويلي مالي وانا تنكبها. المهم ما تديوش على اللي كنحماق معاها. انا نبدا لكم القصه ديال السيده اللي قلت لكم. فهي سيده حامله وجمعت الفلوس بوحدها، لينا راجله قال انا ماشي شغلي، انا بحرام كافي مع مصروف، مع العلم انا هذا البيبي ديالو من الاول. مهم البنات ضروري خصني نخليكم الموضوع. كتشدوا ديك الزويته والفلفله كتخليوها حتى لغدا عليه، كتخبيوها في شي بلاصه اللي تكون مظلامه يعني ما يوصلهاش الضو بتاتا حتى لغدا ان شاء الله. ونقول لكم شنو غنديروا بها. صباح الخير. جا لغدا ليه ماما تعرفوا من بيجامه اللي بدلتها. هاي الزيت البنات شوفوا كيفاش ولات يعني اخترات ولا ما عرفتش سميت ديك الكلمه. غتشدو صفايه وخصها تصفى اولا ديك الدراد حياتي كيقولوا لها. المهم شي صفايه تكونوا ما كتستعملوهاش يعني في الحليب والقهوه وداكشي، شي صفايه تكون غير ديال هاد التخرميس. المهم الناس كيقولوا لها هادشي تخرميز، مي ورا ماشي تخرميز. خصك تهتمي براسك صاحبتي، نوضي صاحبتي ديري الزيت وديري الثومه وديري حيدي زي في حياتي. شنو راه خصك تهتمي براسك، لان كي الا اهتميتي براسك صافي يعني كلشي غيكون زوين. الا كنتي انت زوينه كلشي غيزيان. صافي كتشدو ديك الزويته وكتصفيوها مزيان يعني تصفى يعني حتى ما تبقى حتى شي حاجه، ما دوزكم حتى فليفله حتى شي زريعه حتى شي حاجه، راه دغيا كتصفى معكم.
بالنسبه لديك السيده قلت لكم جمعات الفلوس مسكينه الراسه معايا خدامه المهم وكيعطيوها هكا لي بارون خوتا اللي في الخارج. جمعات الفلوس مزيان، جمعات يعني فلوس الكلينيك وفلوس السبوع وفلوس كل شيء جمعات. ها هي البنات الزيت، كتخليوها من بعد ما كتصفيو كتخليو ما كتحركوش داك الكاس، كتخليوه عرفتي راه كيتفرق سبحان الله الزيت كتطلع الفوق والماء تيهبط لتحت، راه واخا كتصفيوها تيكون فيها واحد شويه ديال الماء. كتشديوها تبقاو تكبوا، حاولوا ان الماء ما يتكبش معاكم. هانتوما شفتوا كيبان نص هكا نص هكا، نتوما تكبوا غير الزيت فقط، لحقاش حنا غرضنا غير بالزيت، ما عندنا ما نديرو بداك الماء. صافي طبعا الزوج ديالها راه عارف انها كتجمع فلوس، لانها يعني عارفه يعني تو سامبلومون راهم مزوجين، ولكن هو راه تيخبي عليها. صافي البنات، سمعت ان الام ديالو قالت له شوف انا راه خصني شي فلوس، محتاجه وقفه على شي فلوس وعندي شي عمليه خصني نديرها، ما متاكداش واش عمليه ولا ما بقيتش عاقله، المهم هي خاصينها الفلوس. طبعا الزوج ديالها راه عنده الفلوس، عندها ولاد اخرين عندهم فلوس، يعني وهي حتى هي عندها الفلوس، ولكن المهم صافي البنات ها هي صفيتها زويته ديالي، انا نعاود نوريها لكم هنايا. ها نتوما كتشوفوا كيفاش دايره تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه للبنات لهاد الزيت كتشقوا بها شعركم وكتخليوها ساعه في الراس ديالكم. عرفتي هادي راه كدير الخلفه، كطول الشعر، كترطبو. عرفتي اللي شعرها يعني خاوي، دومها وتشوفوا. بالنسبه للبنات الزيت كتجلس فقط 15 يوم وصافي، ما خصكمش تعاودوا ديروها، عاودوا ديروا وحده اخرى داكشي عشان انا ما درتش بزاف الزيت البلديه. صافي انا غنديرها في هاد القريعه باش ملي كنشق بها شعري كتجيني ساهله، واخا شريت ديك اللعيبه اللي وريتكم مي هادي كتجيني انا ذا بيست وان. صافي انا درتها في هاد القريعه، وداكشي اللي بقى لي من غتسالي هاد القريعه غنزيد. كي قلت لكم البنات الزيت كتجلس فقط 15 يوم، ما تخليوهاش اكثر، واخا ما تشموا فيها لا ريحه لا حتى شي حاجه. 15 يوم عاودوا ديروا وحده اخرى، ومتاكده انكم غترحموا لي الوالدين. دابا جيت نوريكم واحد الكيكه ديال التفاح، بما انه موسم التفاح، عرفتي سهله ماهله، داكشي انا كنجيب لكم ديال السهل ديال الماهل. مهم، جبت لكم هكا، ضروري غتخرج بشي افاده من الفيديو ديالي، ما يمكنش تفرجوا فيه غير هكاك. فهاد الكيكه ديجا غنخلي لكم المقادير ديالها مكتوبين، عرفتي معلكه وغزاله غزاله غزاله. وانا كنوجد الكيكه والفيديو راه واضح، غنكمل لكم القصه لان القصه اصلا ما فيهاش بزاف. صافي كي قلت لكم الام ديالو بغات الفلوس وقالت له انا بغيت الفلوس، قال لها فلانه راه جامعه الفلوس عطاهم لك، ما عندها ما دير بالكلينيك، كاينه الدوله تمشي تولد فيها. طبعا هي قالت له لا انا هذوك فلوسي، وانت يا اصلا راه انت اللي مسؤول على هادشي وما بغيتيش تخلص عليا وعندك فلوس، واصلا زعما كيعطيوه واقيلا شي حاجه ما نعرفت المهم. قالت له هذوك فلوسي، وزيدوا نتوما زعما راه نتوما تبارك الله بزاف بكم الخوت، عاونوا امكم، نتوما اللي اولى بامكم ماشي انا. قال لها شوفي لا اما غتعطيني دوك الفلوس اما البابا الحباب. هي مسكينه سكتات وما عطاتوش، مازال ما عطاتو الفلوس، ولكن سكتات لان الفلوس عندها في لابنك يعني بسميتها، ولكن خصها تعطيهم له الا بغات تبقى معاه وهي حامله يعني دابا في 7 شهور. المهم البنات، كنتسنى الاراء ديالكم في هذه القصه. مسكينه هذه المراه هذه، المهم سمحوا لي كنجيب لكم غير هذه المره نعاود لكم شي حاجه زوينه. المهم صافي الفيديو الجاي ان شاء الله غنعاود لكم شي قصه اللي تكون. بالنسبه لهاد الكيكه انا درت فيها دانون ديال البنان، يمكن لك ما ديريهش الا بغيتي ديري غير كاس الحليب، ولكن من الاحسن ديري دانون سورتو ديال البنات، يعطي واحد المذاق واعر واعر واعر. وبالنسبه للكيكه راه غنخلي لكم المقادير مكتوبين كاملين مكمولين، غير كنت كنهضر معكم وتنعاود لكم القصه، اما هي راه كلشي راه واضح. الصراحه شي رجال الله يهديهم، تيتعداو على بنات الناس، وشي امهات تا هما الله يهديهم تا هما كيزيدوا فيه. ايوا المهم شنقول لكم البنات، تكتبوا لي الاراء ديالكم بالنسبه لهاد القصه هذه. الصراحه انا بقات فيا السيده يعني مسكينه حامله والفلوس ديالها، وكون كان زعما غير ما عندش الصراحه، كون ما كانش الام ديالو ما عندهاش اللي يعطيها وخصها عمليه مستعجله ولا راه الصراحه خصها تعطي لها الفلوس، لان ما يمكنش عاوتاني الله يحسن العوان، هي خصها زعما عندها كدير تولد في الدوله، ولكن عاوتاني مثلا انا كنقول خصها زعما ما نعرف المساعده تساعد راه بحال ما هذيك، ولكن من عندها اللي يعطيها. زعما المهم ما نعرفت، انا هذا الراي ديالي. تكتبوا لي البنات الاراء ديالكم، وطبعا من الحركه العجيبه ديالي انا كتجيني ساهله هاد القضيه كنغربل بها، واخا مغربله الطحين ولكن تنعاود نغربلو. المهم البنات الكيكه هذه عرفتي هي جربوها حتى هي والله الا زوينه وسهله، انا راه زعما راه حيت كنصور، ما هي راه دغيا دغيا كتقاد يعني ميم با ساعات الكيكه ديالكم راه واجده.
وما تنساوش البنات من ديروا الخماره، ديما تبقاو ديروا الخل. انا هاد الهضره ديما تنقولها لكم، ولكن يقدر يكونوا شي ناس جداد دخلوا ولا شي حاجه يعرفوا هاد القضيه. من الاحسن ديروا الخل فوق الخمارات مباشره باش كيعطي داك التفاعل، الكيكه كتجي مفشفشه مع راسها وزوينه. وإلا قديتو طبعا من الاحسن تبقاو تحركوها بيديكم من ديروا الخمارات باش ما كيطرش المفعول ديال الخمارات. المهم الصراحه انا هاد الهضره انا ماشي بروفيسيونيل ولا شي حاجه، ولكن غير سمعتها. بالنسبه لفوق الكيكه كنشدو التفاح تنحكوه بالقشره ديالو، وكنديروا معاه شويه د القرفه وشويه ديال واحد المره بيضاء. وكتخلطوا هكا مزيان داكشي. وعاد يعني عاد كديروا شويه د الحامض الا بغيتو، ولا ما بغيتوش ما كاين باس. صافي انا المول ديالي كي قلت لكم دهنته درتو في المجمد على ما وجدت الكيكه، باش ديك الزبده والطحين ما كيلصقوليش في الكيكه وكتجي المنظر ديالها خايب. والكيكه هي ديالي هي وجدات، كتجي شويه دقيقه باش داك التفاح ما تيهبطش. وبغيت نسيت ما قلت لكم انا داك التفاح المحكوك زيدوا فيه حتى معلقه د مايزينا. انا هادشي كامل غنكتبو لكم في صندوق الوصف، ولكن قلت نعاود لكم. هانتوما بالنسبه للتفاح المحكوك غديروا تفاح محكوك بالقشره ديالو على حساب شحال التفاحات نتوما بغيتو، معلقه د مايزينا، ساشي ديال الفاني شويه هكا، وشويه غديروه من بعد، والقرفه. هادشي كتخلطوه في داك التفاح، وعاد كديروه هكا كي كنديروه انا من الفوق. كتزيدوا فوقو اختياريا لوز ايفيلي او لوز مهرمش او بجوج، والشكلاط داك بيبي دو شوكولا، وهذيك ما تبقى من المره البيضاء. المهم البنات ما تديوش عليا، عرفتي فريمون بقيت ما وليت كنقول مرا بيضاء مرا كحله مرا هذا، ما بقيتش كنت نتفكر السميه ديال الزا. صافي البنات ها هو دابا درت التفاح. دابا كندير شويه د الكاوكاو ايفيلي ولا اللوز ايفيلي، المهم اللوز وكاوكاو. ومهم كاع اللي عندكم، اللي عندكم الزبيب بغيتو ديروه، عندكم كركاع، اي حاجه بغيتو ديروها ديروها. فهمتي؟ المهم خصها تجي معلكه، فهمتوا؟ مع ديجا فيها دانون فيها مامتي، وهي ريحتها كتحمق. وداكشي اللي بقى من الزا كديروا حتى هو من الفوق، هو اللي كيعطي ديك البغيونس، ولا حتى هو فهمتي كيعطي واحد الشكل زويون من الفوق. كي قلت لكم البنات انا كنجيب لكم غير الحاجه السهله والماهله، لان ما يمكنش نبقاو نضيعوا الوقت في الكوزينه. شويه الكوزينه شويه راسنا نفرحوا راسنا، نفرحوا وليداتنا، نفرحوا رجالاتنا، نفرحوا عائلاتنا، واهم حاجه تفرحوا راسكم. مهم البنات كان هذا هو الفيديو اليوم، وهذه هي الكيكه. سمحوا لي ما درتهاش فيديو لان تمسحت ليا مع ستوكاج عندي عامر، ومسحتها عن طريق الغلط. كان هذا هو الفيديو اليوم، كنتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وانتم كتسمعوه. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.